يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده حلو جدا وبسيط جدا، ولو راجع بقى متأخر من الشغل يعني هديكي وصفة تعمليها لأولادك في منت. شوية رز مع خضار بالصوص الأبيض، حاجة كده تحفة. زي ما انتوا شايفين أنا معايا صدر من الفراخ متقطع مكعبات، متبلاه بعصير ليمون وملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ. والطاسة بتاعتي سخنة وفيها زبدة مع زيت، وهشوح الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انت شايفاه ده. هحط الفراخ ما تقلبيش فيها خالص لحد ما تبدأ تاخد لون من تحت، وهتروحي تقلبيها على الجنب التاني. ما تقلبيش فيها اول ما تحطيها في الطاسة عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها، وبتكون يعني مش اظرف حاجة. التشويحة بتديها طعم حلو جدا. وبعد ما تشوحي الفراخ هترفعي الفراخ من الطاسة بتاعتك، وتقدري تحطي لو لقيتي المادة الدهنية نشفت او حاجة فتقدري تحطي معلقة من المادة الدهنية. وبعدين بقى هتروحي تحطي بصلاية صغيرة جدا مبشورة، وتشوحي البصل، واول ما يدبل هتنزلي عليه بالخضار بتاعك اللي انتي حباه او المتوافر والموجود عندك. شوية بسلة مع جزر، كيس من البسلة والجزر مجمد، شوية فاصوليا خضراء. ما عندكيش خضار تقدري تستبدلي الخضار بمشروم، بتكون تحفة جدا. هتشوحي الخضار مع البصل بتاعك، واول ما ياخد تشويحة كده هننزل عليهم بفص كده واحد من التوم. وهنقلب برضو التوم اول ما ريحة التوم تطلع. ما تخليش التوم ياخد لون معاكي علشان ما تبقاش ريحته نفاذة. اول ما التوم بتاعك يدبل كده وريحته تطلع هنشوحه برضو مع الخضار بتاعنا، وهننزل عليهم بمعلقة من الدقيق بالشكل اللي انت شايفاه ده. وهنقلب الدقيق مع الخضار كويس جدا. لو لقيتي المادة الدهنية ناشفة زي ما انت شايفة كده قدامك، فانت برضو معلقة كده من السمنة تقدري تحطيها علشان تعرفي تقلبي الدقيق مع الخضار كويس جدا. بعد ما هنقلب الدقيق مع الخضار يا بنات نشوحه كويس علشان ما يكونش طعم الدقيق ظاهر ان هو ني. هنروح بقى ايه، هنحط كوباية من الشوربة بتاعتك. طبعا هتحطي كوباية الشوربة وتقلبي علشان الدقيق ما يكلكعش معاكي. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. انا هحط كوباية من الشوربة على كوباية من اللبن. طبعا على حسب كمية الخضار اللي انتي مستخدماها. انا مستخدمة شوية خضار قليلين. وكمان على حسب كمية الصوص اللي انت عايزاها، هتستخدميها مع رز مع مكرونة، تكتري الصوص تقللي الصوص، كله ده في ايدك وبراحتك. بعد ما حطيت الشوربة رحت حطيت كوباية من اللبن زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تستخدمي الكمية كلها لبن، تقدري تستخدمي الكمية كلها كريمة لباني اللي يريحك. وبعدين بقى في الاخر حطيت مكعب من المرق. الوصفة ما فيهاش اي توابل، هو بس الخضار بيتشوح، رشة من الفلفل كده والملح وخلاص على كده. بعد ما ظبطت الدنيا كده هخلي الخضار يغلي لمدة 10 دقايق، وبعد 10 دقايق هروح بقى انزل بالفراخ بتاعتي مع شريحة كده من الفلفل الالوان. مش موجود عندك مش مشكلة. وهظبط بقى الملح والفلفل، ما تحطيش اي توابل تاني. انا بس في الاخر كده بحط رشة بسيطة من جوز الطيب، ما بتغيرش على الطعم، هي بس بتديني ريحة حلوة جدا. رشة كده زي ما انتوا شايفين يا بنات، ما فيهاش اي حاجة. وبعدين بقى في الاخر لو موجود عندك كريمة، كريمة اسمها ايه، قشطة. هتحطي معلقة كده من القشطة عشان الصوص بتاعك يكون غني، وخصوصا لو انت مستخدمة شوربة مع لبن او مية مع لبن. زي ما انتوا شايفين يا بنات هنقلب كده عشان القشطة بتاعتنا تسيح، وخلاص على كده. شوية رز ابيض، حاجة كده تحفة. وتقدمي الطبق لاولادك بالهنا والشفا، خفيفة جدا وحلوة جدا. جربيها وان شاء الله هتعجبك. وقولي لي رايك في الكومنتات، واستنيني في فيديو جديد. باي باي.